وتناسب التدقيق وانعقاد اللجان المختلفه توصلنا الى ان ورقك لسه ما زال يحتاج الى المزيد من الوقت حتى يتم فحصه بتأني وتريث تحت لجنه ثلاثيه ثنائيه تساعيه منبثقه من الواقع القانوني للسياسات المركزيه، وبناء عليه سوف يتم الانعقاد اجتماع كبير جدا يضم الموظفين من الادارات المختلفه حتى يتم بحث حاله المواطن. طبعا الموظفين في الحاله ديت هيحتاجوا ورق، فهنطلع لهم فلوس من الخزنه نروح نجيب لهم ورق كتير كتير كتير. طب بعد ما نجيب لهم الورق طبعا هيحتاجوا يكتبوا على الورق دوت، فهنروح نجيب لهم اقلام، مش هنجيب قلم واحد بس، لا هنجيب لكل موظف 3 اقلام. الاقلام ديت هيبقى دلوقتي الموظف اللي معهاش فلوس لما عندناش فلوس دلوقتي جبنا بيها اقلام وجبنا بيها ورق، فنروح بقى نبعت الموظف دوت الموظف الثاني يطلب منه فلوس، فيقعدوا مجتمعين لمده 50 60 70 3000 مثلا سنه، بعد كده يرجعوا لنا نقول لهم عملتوا ايه؟ يقولوا لنا لسه عايزين ورق ثاني لان الورق الاولاني ده خلص، نروح نجيب لهم ورق ثاني ونجيب لهم اقلام ثاني يقعدوا يكتبوا ثاني، نجيب اللي احنا المواطن بقى نعمل حواليه دايره، نعمل حواليه مستطيل، نجيبه بالطول وبالعرض وسبوكسات، ونقول له يا حبيبي انت عايز ايه دلوقتي؟ فيقول لي انا دلوقتي انا عايز اخلص المصلحه بتاعتي، فبقول له بعد اللفه دي كلها انت دلوقتي ورقك جاهز وتقدر تاخد الخدمه.